ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمله وصفه حلوه قوي وجديده، وبصوا حاجه كده للولاد وهم قاعدين في الجو ده هيحبوها. هنعمله الكاندي. بصوا هو بيتعمل بكذا نوع، ممكن من الفاكهه، بس انا دلوقتي ما عنديش الا بالبرتقال، عندي برتقال بس، فانا عصرته. تمام. عملت لي بص دوت عامل لتر، البرطمان ده لتر. بصوا هنفضوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا عاملاه ومصفياه كويس، يعني ايه، ومصفياه من اي اللي هي التفل بتاعه والحاجات دي كلها. تمام. بصوا بقى، دول 4 معالق جيلاتين على كل ربع لتر، يعني كل زي مثلا ايه الربع عليه معلقه، انا حاطه هنا 4. تمام. هنحطهم كده مع بعض. بصوا هنيجي نقلبه لغايه ما ندوبه الجيلاتين كده خالص. بصوا دي الطريقه الاصليه، يعني في طرق ياما قوي قوي، بس دي احلى طريقه وانجح طريقه. تمام. وجايبها لكم بالظبط. بصوا هندوبه كده الجيلاتين خالص كده اهوت. في طرق ياما هتلاقوها بالنشا وكده اهو، بس دي لا، دي الناجحه. اعملوها بس، امشوا بخطواتي وهتلاقوا كل حاجه ان شاء الله هتبقى معاكم كويسه ومظبوطه. بصوا، والحاجات الحلوه دي طبيعي الولاد بيحبوها قوي. انا عندي سما بنتي بتعشقها، انا ماليش فيها قوي، بس طبعا بقى الولاد بقى هم اللي يعرفوها ويقولوا لا يا مامي ومش يا مامي. عملتها لهم بدل ما يجيبوها من بره. دلوقتي انا ما اضمنش اي حاجه بره بصراحه. بخاف دلوقتي بقى كلام كتير حتى على النسكافيه والحاجات دي كل حاجه، فما بجيب لهمش اي حاجه من بره خلاص. الاكل زي ما انتوا عارفين انا بعمله، فخلاص بحاول بقى اشوف لهم الطرق بقى ايه الحلوه الاصليه واعمل لهم اي حاجه. فدي انا عملتها ليه؟ عشان عندي سما بتعشقها، فاهو عملتها لها. بصوا كده الجيلاتين كده، بصوا داب خالص اهو. بصوا البرتقال كده بالجيلاتين هنسيبه يريح زي 10 دقايق، مش هنحطه على النار خالص دلوقتي الا بعد 10 دقايق بالظبط. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم لا، دي كده بقى عشان دي الطريقه الاصليه بتاعه الكاندي كده اهو. هنسيبه يريح وبعد كده هنشوف هنحط عليه ايه تاني. تمام كده 10 دقايق بالظبط. بصوا عمل ازاي. انا كده بقى اولع عليه النار كده على النار هاديه خالص. انا بصوا موطيه كده النار خالص عليه اهو. هنيجي نحط عليه بقى ايه 6 معالق سكر. تمام. يبقى احنا زي ما قلنا لتر عصير برتقال، والبرتقال دلوقتي متوفر في كل حته. تمام. وعليهم 4 معالق جيلاتين كبار و6 معالق ايه سكر. هيفضلوا بقى كده نحطه على النار لغايه ما ايه السكر يدوب خالص خالص، بس على نار ايه هاديه. بصوا كده اهو. يعني انا لقيت ايه، قلت بصوا اعمل لكم ايه بالبرتقال. البرتقال دلوقتي بقى كتير في السوق والكلام ده كله، مرضتش اجيب جيلي ولا حاجات دي. برضو المره الجايه دي بقى نعمله عليها ايه فراوله، نعمله عليها مثلا لو في توت. تمام. هو دلوقتي اللي انا شايفاه برتقال، السفندي، الفراوله، التفاح، لا نجيبه بقى جيلي التفاح. بصوا كده لغايه السكر ما يدوب خالص. هنبص انا معاك اهو خطوه بخطوه في المنظر ده اهو. بصوا نقعد نقلبه كده مع بعض. انا دلوقتي بحب اعمل كل حاجه لبناتي. انا عندي كمان اللي بتحب دوت قوي، سمسمه حبيبتي بتحبه قوي، فبصراحه انا بخاف اشتريه لها من بره زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى يضربوا في النسكافيه والحاجات ده، واللي هو 3 في 1. لا بجد ربنا يرحمنا يا رب، بجد والله بخاف. بس النسكافيه انا مش عارفه اعمله لهم ازاي، يعني ده الحاجه الوحيده اللي ما اعرفش اعملها. حتى الشاي دلوقتي انا بقيت بخاف منه، والله العظيم الواحد مش عارف يعمل ايه. اللي انا بقدر عليه اهو اعمله لهم بعمله لهم.
بصوا النار هاديه خالص كده اهو، نقعد نقلبه. بصوا كده اهو بالمنظر ده. اهو بصوا حبايبي كل حاجه دابت هنا وبقت زي الفل اهي. هنستنوا كمان شويه كده زي دقيقتين كده اهو كمان، وبعدين ايه اقول لكم بقى نفضوه في ايه، اي قالب اي علبه اي حاجه. انا والله ما كان سما نفسها في حاجات سيليكون اللي هي مكتوب بتاعت الجيري كولا والحاجات دي، بس انا ما عنديش. قلت له والله ما انزل المره الجايه، بس الدنيا عشان ساقعه والشتا جامد قوي، اسكندريه سيول، مش عارفه انزل. فقلت لها والله اما انزل الجو بس يبقى كويس ونيجي ننزل اروح اشوفهولك كده، ولو كده نجيب لك واعمل لها. طبعا انا عندي سمسمه بقى عارفين يعني ممكن ما تاكلش وتشرب، عايزه الحاجات دي بس. وبطاطس يعني سما عندها البطاطس المحمره دي روحها. اما كانت بتروح الامتحان كانت بنعدوا من عند جاد اللي في الشطبي، لازم من عنده البطاطس بالعيش السوري لازم. لدرجه الراجل اللي هناك حفظنا بيقول لي اما مثلا ايه، مثلا انا مثلا اقول لها يا سما عايزه وانتي رايحه، تقولي لا يا مامي واحنا راجعين من الامتحان. ارجع الراجل وانا رايحه يقول لي ايه مش عايزه النهارده، خلاص حفظنا. بقت انا وابوها واخواتها مسميها سما بطاطسايه، يعني مش عارفه اسميها ايه. سما بقى ايه، سما هي بطاطس، شوكولاته، ايه تاني، كاندي. بصوا سما حلويات، سما اكل لا بنتي ملهاش في الاكل خالص. بس كده اقول لكم رفيعه قوي، رفعت قوي قوي، عامله بقى ايه مظبطه اكلها خالص، بقت جميله خالص حبيبتي السمسمه دي. ربنا يا رب يرحمهم ويبارك لي فيهم هما التلاتة يا رب. بصوا كده خلاص كده خلاص كده، يعني هو قبل ما يغلي انا كده كل حاجه دابت حتى الجيلاتين وكله. شايفين الدخانه؟ اهم حاجه الدخانه تطلع كده، هيبقى ان شاء الله احلى كاندي تاكلوه في الدنيا. والله العظيم الطريقه دي يعني انتوا مش هتلاقوها عند حد عملها، كله اللي عمل بصوا بالطرق العاديه. الطريقه دي بقى ليه تريح بقى حاجه كده شغل عالي. بص مدلعاكم، انا عايزه الحاجات ديت الحلوه دي، عايزه الفيديو ده يعدي اهو كده اهوت. بصوا هنطفي عليه بقى بصوا بقى حبايبي انا جايبه قالب وحطيت عليه ورق زبده. بصوا مسحه كده اهوت، دي مسحه صغيره قوي من الزيت. تمام. بصوا بقى هنيجي بقى كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنيجي بقى نفضوه. طبعا القالب اللي انتوا عايزينه، اي علبه. بصوا كده هنفضوه كله دوت بقى هيفضل يتحط في التلاجة في الفريزر او في التلاجة اقل حاجه في الفريزر ساعتين، مش قبل كده، مش قبل ساعتين تطلعوه لو انتوا عايزينه. بس لو عايزينه طبعا هيبقى احلى واحلى لو قعد اكتر من كده اهو. تمام. يعني احنا هنحطه في الفريزر ساعتين والله وهشوفه، ممكن اوريه لكم بعد الساعتين هيبقى عامل ازاي، بس مش هنقطعه. لو انا عايزاه اكتر لو لقيته كويس اوكي، لقيته لا لسه مستني شويه برضه اقول لكم المرحله بتاعته بعد ساعتين هيوصل لايه بعد الساعتين. تمام ماشي. ندخله الفريزر وبعد كده ارجع لكم نقول لكم هنعمل ايه تاني. يا حبايبي دلوقتي عدى ساعتين بالظبط عليها. بصوا عايزه اوريها لكم بس هي كده خلاص هنقطعها مع بعض. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله جميله جدا. طبعا انا ايه هنيجي نفضوها بقى مع بعض دلوقتي. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. نبقى دي بس نشوف بقى ايه الورق ده بقى يتفضى ايه ازاي. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا عامله ازاي وطريه كده وحلوه. بصوا بقى دوت طبعا ده من لتر برتقال عصير. عايزين تضيفوا الكميه دي براحتكم خالص، عايزين تقللوا برضو براحتكم خالص، بس انا شايفه الكميه دي حلوه قوي يعني هي مش كتير.
بس حلوه. ماشي، يلا بقى بينا نقطعها سوا. محضره جنبي هنا سكر كده. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعهم كده مع بعض. بصوا ناخدوا بالنا بس. بصوا كده، بصوا انتوا تقطعوها باي شكل انتوا بقى عايزينه. بصوا كده، المنظر ده كده. ريحة البرتقال فظيعة، ريحة حلوة قوي. بصوا بقى كده، انا عايزة اوريها لكم بس قبل ما نحط فيها السكر. بصوا عاملة ازاي. بصوا انا عايزة بس احطها على السكر الاول وبعد كده ايه نفتحوها. طب بصوا اهي، الاول هنيجي بقى نحطها في السكر. بصوا كده اهو. طبعا هي الواحدة كبيرة لان في ناس مش عايزانا اصغرها، طبعا انتوا فاهمين. اللي عارف بقى مين الناس دول يكتب لي في الكومنتات. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا بقى، انا برضو هوريكم كام واحده تانية هي من اللي انا قطعتها وبعد كده ايه نكمل انا بقى كلها. بصوا نقطعه كده بقى نحطها في السكر. بس عايزه اقول لكم حاجه، الفاكهه يعني لو عملتوا جبتوا فراوله وعملتوها كده زي ما نفس طريقتي بالظبط وتسيبوها تريح شويه، هتبقى اطعم كمان من الجيلي، لان دي فاكهه طبيعيه هتبقى حلوه قوي. بصوا بقى الجمال كده اهو. بصوا الطريقه نفس اللي بتتباع من بره، بس بره بقى ايه تلاقوها بالشيء وشويات قد كده. حاجه مكلفتنيش. يعني كيلو البرتقال بكام دلوقتي؟ يعني لو غالي قوي يعني نقوله ب6 جنيه ونص، ب7 ونص. تمام. السفندي نفس الطريقه، السفندي ممكن غالي شويه. الفراوله هي ايه اللي شاده حيلها شويه، ب12 ونص، في ب13 وب15. مفيش مشكله، بس هنعمله حاجه حلوه ونضيفه ومفيده لاولادنا. هكمل بقى انا الكميه دي كلها وارجع بقى على طول نقول لكم هنعمل ايه تاني. بصوا ده اللي من غير سكر، بصوا عامل ازاي. بصوا ده، بصوا عامل ازاي، بيشد ازاي زي اللي احنا بنجيبوه من بره. وعلى فكره هو لو قعد شويه في الفريزر كمان هيبقى ايه تحفه. بس هو خلاص انا كده مش هيعرف اللي احنا ايه، مش هنعرف اشيله، ممكن هيتاكل. وده اللي هو ايه بالسكر. بصوا ده اللي بالسكر تحفه، مش عايزه اقول لكم. بس ده مزازته حلوه، ده تحس اللي في داخل عليه السكر، بس ده زي بتاع بره، وده عامل زي الجيلي كولا. بصوا اللي بالسكر روعه. بصوا فظيع 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 بجد. طبعا بقى اللي هم بيعملوا رجيم بقى يقول لك مش عارفه ايه طبعا ده ما فيهوش سكر كتير، هياكلوا من ده. وده برتقال المزازه بتاعته فظيعه فظيعه بجد. مش عايزه اقول لكم، استنى اغسل ايديا مطرح السكر. مش عايزه اقول لكم على الطعم والحلاوه، والله العظيم ما تكلفنا حاجه. يعني الشويه دول بصوا لو جبناهم اصلا دول بيتباعوا في اكياس او في علب حسب. شوفوا بكام الكاندي اصلا دوت غالي. يعني انا بشوفه بحاجات يعني اسعار. انا عملته بكيلو برتقال يعني عصرت، لا بصراحه كانوا 2 كيلو برتقال اتعصروا زي الفل اكن ولاد برتقال عصير. عملتهم لهم هم بشويه سكر بكم معلقه جيلاتين. بيتباعوا عند اي مستلزمات حلوانيه، من اي محل بتاع حلواني بيبيع حاجات حلويات والكلام ده كله هتلاقوه. واسالوا بالمره على الكاندي دوت بكام عندهم، سعر كتير. مكلفنيش حاجه وطلع لي الحبه حلوين دول. هيعجبكم قوي قوي قوي. ممكن يتعمل بدل البرتقال نحط فراوله. ممكن توت. في ايه تاني زي ما قلت لكم، في اطعمه كتير ممكن نجيبه مكانها ايه اللي هو الجيلي، وننتقله الالوان بقى بالوان طعام والحاجات دي. بس انا عندي فاكهه، البرتقال، السفندي، الحاجات دي اهو شغاله وتفيد الولاد وكده. يا ريت بقى الفيديو ده يترفع كتير قوي
واكتبوا لي في الكومنتات اللي يعملوا بجد ويمشوا على الخطوات بتاعتي ويريحوا ال10 دقايق اللي انا قلت لكم عليه، يكتب لي في الكومنتات. واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.